هذا المشروع هو مشروع توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة الشمسية. بيوفر حوالي 12% من إجمالي ما يحتاجه المتحف من طاقة كهربائية، وحوالي 1 ميجا وات. إن شاء الله في محطة تانية إجمالي الاثنين هيبقى حوالي 25% من إجمالي ما يحتاجه المتحف من طاقة كهربائية. وده إثبات إن إحنا متحف أخضر بنحاول نستمر في مجهود ما يدعم الاستدامة البيئية. بدأناها بالبنية المعمارية لهذا المتحف، وحيدنا الوحدات الكربونية سواء في حفل الافتتاح أو على خلال السنوات الماضية. والآن بنبدأ خطوة جديدة من خلال توليد الطاقة الكهربائية من خلال طاقة بديلة وطاقة نظيفة. المحطة اللي جاية في اندبلية هتوصل لغاية 25% من استهلاك، دي مستهدفة امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله في القريب العاجل. هي منشأة بالفعل سليم، بس التشغيل والترخيص اللازم احنا بصدد انهائها ان شاء الله. تمام. دور الجانب الياباني في المشروع يا فندم؟ دور الجانب الياباني بالتعاون مع البرنامج المائي للأمم المتحدة هو اللي مول هذا المشروع، وده خارج عن القرض اللي هو مختص بالمتحف اللي بدأنا في التسجيل. التمويل ده تقريبا قد ايه؟ مش في حاجات كتيرة، ويعني في جهات كتيرة متداخلة، فيعني نبحثه بعدين. بشكل شكرا.